منطقة جبالة. جولة أثيرية رفقة الأستاذ الباحث بلال الدهية لاستكشاف تاريخ قبائل جبالة. إعداد وتقديم عبد الإله الحليمي. إخراج محمد غربي. أهلا بكم سيداتي سادتي، ومرحبا بكم في الحلقة 32 والأخيرة من برنامجكم في ربوع منطقة جبالة. خلال سلسلة هذه الحلقات من برنامج في ربوع منطقة جبالة قمنا بجولة شملت مختلف أرجاء منطقة جبالة، وتعرفنا مع الأستاذ بلال الدهية على تاريخ وأنساب وتراث 52 قبيلة من قبائل جبالة الممتدة في شمال المغرب من البحر الأبيض المتوسط إلى حوض ورغة جنوبا. في حلقة اليوم، وهي الحلقة الأخيرة، نخصصها للتراث الفني الجبلي، ويسعدني حقيقة أن أستضيف الأستاذ بلال الدهية، الأستاذ الباحث في تاريخ منطقة الشمال. وما دام الحديث يتمحور حول التراث الفني الجبلي، يشرفني كذلك أن نستضيف أحد أقطاب وأعمدة الطرب الجبلي. يتعلق الأمر بالفنان المبدع عبد المالك الأندلسي. أستاذ بلال الدهية، مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم بجميع مستمعينا الكرام. سي عبد المالك الأندلسي، عميد الطرب الجبلي، مرحبا بك. بارك الله فيك حاج، وشكرا على الاستضافة الجميلة. وكنت كنتمنى شحال هذه باش نتلقى أستاذ دهية، وعاد جابت الصدفة. مرحبا بكم. الله يبارك فيك. كما تتبعتم معنا سيداتي سادتي، الخلاصة التي يمكن استنتاجها من خلال هذه السلسلة من برنامج في ربوع منطقة جبالة هو أنه على المستوى البشري سكان قبائل جبالة متعدد الأعراق والأنساب، هذه هي الحقيقة. لكن ما يوحد هذه القبائل هو اللسان الجبلي، هذه اللكنة الجبلية المتشبعة بلغة أهل الأندلس الذين استوطنوا شمال المغرب. وبالإضافة إلى اللكنة الجبلية، ما يوحد القبائل الجبلية أيضا هو الموروث الثقافي والفني المتمثل أساسا فيما يعرف بالعيطة الجبلية، وليس التقطوقة الجبلية كما يحلو للبعض أن يسميه. التقطوقة هو اسم دخيل. وبما أنه يوجد معنا داخل الاستوديو أحد أقطاب الطرب الجبلي اللي هو السي عبد المالك الأندلسي، غادي نتحموا عليها السي بلال وفي الحلقة غادي نتعرف على خصوصيات ومميزات الطرب الجبلي. سي عبد المالك الأندلسي، نعم، حسب معلومات المتواضعة جدا، الطرب الجبلي يمكن أن نميز فيه نوعين من الطرب. فهناك الغناء الجبلي طبعا، وهناك العيطة الجبلية تماما. ما هو الفرق ما بين الغناء الجبلي والعيطة الجبلية؟ أولا العيطة الجبلية هي كانت في واحد التاريخ مختصة بالرجال، يعني الرجال هما اللي يمكن لهم يعملوا العيطة الجبلية. ومن طبيعة الحال كانوا مجموعات ديال الرجال كيعملوا العيطة، ماشي بحال اللي كنعملوها دابا اليوم حاليا. اليوم كنعملوا العيطة ولكن بشكل جماعي. قبل مثلا كان واحد الجماعة بوحديتها وجماعة أخرى في قنت آخر بوحدة، يعني هذوك الجماعة كيعملوا واحد البيت ديالهم رباعي مثلا، وفي نفس الوقت ملي كيكملوا كيقولوا واحد الكلمة اللي هي أرى ديالك، بمعنى أن أراونا نتوما شنو عندكم. الجماعة الأخرى اللي كانت كتسنى النوبة ديالها كيدخلوا حتى هما في بيت آخر خاص بهم. يمكن داك الشيء كيتخلق في نفس الوقت، أو لا كيكونوا حافظينه من طبيعة الحال. هذه الطريقة باش كانت كتأدى العيطة في واحد التاريخ. لما جا القرفطي الله يرحمه، الله يدخل عليه رحمة الله مغفرة، ما بقاش كيجبر الناس اللي غادي يعملوا العيطة بهذا الشكل. الناس بداو كيقلالوا إلى آخره، وهذا بدا كيعمل العيطة يعني بشكل جماعي، كتأدى بواحد المجموعة. جماعيا هذيك آرا ديالك ما بقاتش واخا كتقال
هي كتقل، ولكن ماشي معنى أنه مجموعة أخرى غتقول ذاك البيت آخر أو لا شي حاجة. والعيطة الجبلية يعني في الأساس ما كانش فيها الكمانجة والعود، كانوا على القنابر والتعريجة بحال اللي كانت عند الغياتي الله يرحمه. الله يرحمه. إيه شنو الإضافة اللي كانت عندنا حنايا هو الطبولة والليرة. كانوا الناي. هادو كانوا كيأديو العيطة، ولكن كيزيدوا الطبل والتعارج. فهمتي معنى كيفاش؟ ولا باش كيزين الإيقاع وداك الشيء هذا. أما بالنسبة للأغنية فالأغنية كانت يعني خاصة بالنساء، النساء اللي كانوا كيغنيو الأغنية، ولكن ماشي زعما جوق كيتخلصوا، لا، في المناسبات يعني السبوع، الدخول، العرس، الصباح إلى آخره. كانوا واحد مجموعة الناس اللي كانوا يعني مميزين بالنسبة للنساء، هما اللي كانوا كيغنيو، وما كانوش كيغنيو فقط، هما اللي كانوا مثلا معروفين بالعيوع، عندهم صوت جميل مثلا في العماير والحفلات والنقا والصيف والى اخره، معروفين فلانه وفلانه كتعيع. فهمتي معنى كيفاش؟ الصوت اللي عطاهم الله. بالاضافه للعيوع كان واحد القضيه اللي ما بقاتش مع الاسف الشديد في جباله. العروسه ملي كتكون غتمشي للدار ديالها خصها تبكي، خصها تبكي باش تودع بداك البكاء، كتودع الاهل ديالها. هذا العروسه ممكن تكون ما كتعرفش تبكي، فهمتي معنى ما عندهاش الصوت وكذا. كيجيبوا هذوك النسانيت اللي كيعملوا ديك العيوع واللي كيغنيو وكذا، كيخبعوهم مور العروسه بالحايك، هما اللي كيبداو يبكيو، تودع الاب وتودع الاخ وتودع الاخت وكذا على صوت حزين. فهمتي معنى كيفاش؟ اذا هاد النساء اللي كانوا معروفين في الدوار، اي دوار كيكون عندهم هذا النوع من النساء، كيقوموا بالدور ديال العيوع، كيقوموا بالدور ديال الغناء، كيقوموا بالدور ديال كيف اذا كيفاش نقلنا ولا احمد القرفطي الله يرحمه الغناء الجبلي، مادام ان الغناء يقتصر على النساء كما قلتي؟ حقيقه زعما القرفطي عمل واحد الشغل يعني خصنا نشكروه ونرحموا عليه. علاش؟ حيت هو اللي وصل سواء العيطه ولا الاغنيه للاذاعه، اذاعه طنجه مثلا. هذا الدور اللي قام به القرفطي حياته كيستحق عليه الرحمه والمغفره. بالنسبه للعيطاره كانوا الناس يعني في امان الله، كانوا شي ناس، هاد الناس مع الاسف الشديد ما تعرفوش وما ذكرتش الاسماء ديالهم وكذا وهذا، كيعيطوا لهم ولاد حمد وكيعيطوا لهم ولاد الكحل. هاد الناس كانوا موجودين في دار الشاوي، نواحي ديال دار الشاوي، هما هاد الناس هادو هما اللي كانوا كيعملوا هاد العيوط. جا القرفطي الله يرحمه نقل منهم داكشي وداه لاذاعه طنجه. هذا بالنسبه للعيطه. اما بالنسبه للاغنيه اكتشف بعض الصبيان عندهم اطفال الى اخره، عندهم اصوات كتشبه الاصوات المراه، صوت المراه. بدا كيوصيهم يمشيوا يحضروا في الافراح، في العراسات وهذا، او مثلا ملي كيكونوا في لوطا مثلا الصيف ولا النقا ولا هذا، كيحفظوا من سميتو عليه من النساء ديك الاغاني، بدا كيجيبوهم لاذاعه طنجه. ولكن غالبا ما كيحفظوا منهم غير اللازمه، لان ما كانش مثلا وحده الموضوع في الاغنيه الجبليه. هذه غادي نجيو نتكلموا عليها من بعد. هذا هو السبب اللي عاوتاني كان السبب ديالو هو قرفطي الله يرحمه. قرفطي عن طريق ديك الاطفال وداك الشيء وهذا قدر انه يجيب الاغنيه اللي كانت خاصه بالنساء يجيبها للاذاعه ديال حتى شقار الله يرحمه كيقول في احدى اللقاءات مع هذا، يقول بانه كان كيتصنت على النساء كيغنيو في بني مصاور وفي بني عروس، كيتصنت، ومن ثم يعني دخل الاغنيه الجبليه. اسمح لي الله يرحمه، مثلا بزاف ديال الاغاني اللي غناهم شقاره وتشهروا عن طريق شقاره، ولكن هما ماشي ديالو. انا في الصور ديالي كنت كنعرفهم من التراث الجبلي. مختار العروسي الله يرحمه، مختار العروسي اللي توفى، هذاك واحد الشيء كبير ديال الاغاني ديالو تغناو وغناهم حتى شقاره الله يرحمه. ولكن شنو ضاف عليهم مثلا بعد سميتو عليه بعد التوزيع في التوزيع الموسيقي، ضاف عليهم الكورال، وضاف عليهم مثلا بعد الآلات الموسيقيه. جدد فيهم.
منطقة جبالة. نمشيو عن سي بلال الدهية، ربما عنده شي سؤال. سي عبد الملك، بالنسبة للجانب التاريخي في فن العيطة، بعض الدارسين الذين درسوا هذا التراث الجبلي كيقولوا بأنه ظهر في بني عروس تحديدا قبل من غيرها. أولا أنا بغيت نعرف هذه الفكرة هذه واش عندها شي مستند تاريخي صحيح. ثانيا، هل هذا الفن العيطة فعلا عنده علاقة بالأندلس؟ حيتاش حسب ما نفهم المصادر التاريخية، المجتمع الأندلسي في العصور الوسطى، يعني خصوصا في العصر المرابطي الموحدي، يعني حينما كانت الأندلس مع المغرب دولة واحدة، كان معروف على الأندلسيين ثقافة النزهة، الفصل الرابع بالخصوص، يعني كيخرجوا مع الأطفال ديالهم وكان كيحملوا هذه الآلات الموسيقية اللي هي بسيطة معهم. فهاد الآلات اللي كيحملوها هي نيتا اللي كتستعمل في العيطة. فواش هاد الشيء عنده علاقة ببعضه البعض؟ هل هي من أثر الأندلسي مثلا في المنطقة؟ ثم بغيت نعرف عاود تفاصيل إذا كان ممكن حول علاقة المواسم الدينية مثلا. نمشيو فترة يجاوبنا بعد هذا السؤال. ارتباط العيطة الجبلية يعني بالطرب الأندلسي. واخا شكون اللي كيدل بأن العيطة الجبلية أصلا أندلسي؟ ماشي أصلا يعني، وإنما المقامات اللي هي مقامات أندلسية، كالحجاز مثلا مقام أندلسي، ولكن جبالة طوروه، خلقوا فيه واحد النكهة خاصة بهم. هذا هو الفرق. مثلا كاين شي حاجة كتسمى التمن الدارجة ديالنا. هذا التمن موجود خاصة عند الإيرانيين والترك والهنود وحتى المغرب. احنا عندنا هذه القضية ديال التمن والبيمول وإلى آخره. هذا المقام هو أندلسي، ولكن جبالة كما قلت لك ردوه جبلي. بمعنى علاش؟ على حسب النكهة. كيتسمى الحجاز الجبلي. الحجاز الجبلي. أيوه. وفي نفس الوقت كاين الإيقاع اللي هو عند الأندلسيين كيتسمى المصرف. عندنا جبالة كنسميوه المصرف، والأندلسيين كيسميوه الانصراف. علاش؟ لأن كانوا كيستعملوه في النهاية ديال الحفل. كيعملوا هذا الانصراف خفيف وكذا وكذا وكذا، كتكون هو كيتعمل مثلا في آخر الليلة أو شي حاجة. جبالة خداو هذا الإيقاع هذا طوروه بالنسبة للجبل، كيتسمى المصرف بدلا من الانصراف ولا المصرف. هو اللي كنعملوه في الاخر حتى حنايا جبالة. ملي كنجيو واحد مثلا ديك جموع كيسميوه في حدا بتونات كيسميوه جموع، حنا كنسميوه التعريطه. حنا كل واحد منطقه كيفاش كيسمى. هنا ايقاع خفيف وكذا وهذا كينوض عليه الشطيح والرديح وكذا وكذا وكذا. والعيطه الجبليه بصفه عامه هي ما تكونت لا في بني عروس ولا في بني قرفط ولا في كتاب. لا، احنا نجيو الأماكن اللي كانت مشهورة بالعيطة الجبلية. الأماكن اللي كانت مشهورة بالعيطة الجبلية هي جبل الحبيب. خلينا مثلا من الجنوب، من سميتو من تونات وكذا لا، احنا كنهضروا على المنطقة ديالنا بصفة عامة، الشمال الغربي. شكون اللي كيعطينا الدليل أنها كانت موجودة في هذه المنطقة؟ أولا العروس القرفطي الله يرحمه منين جاب داك الشيء؟ أن القرفطي مع احتراماتي الله يرحمه ما كتب ما لحن، ولكن حتى هو جال باش لا، وغالبا شبرنا. انا قلت لك من هذوك ولاد حماد وكذا، وشي الناس كانوا عندنا في هباطه في تشر هباطه سميتهم ولاد الكحال تبارك الله عليهم، كانوا جبل الحبيب. هاد الخوت هادو كانوا بجوج فيهم كحال. والسي القرفطي وباقي كنقرا عليه في احدى الحوارات في اذاعه طنجه كنا معاه، كيتكلم على عبد سليمو. يقول لك انا كيعترف به هو معلوم. هذا معلوم. هذاك عبد السليم هو اللي خدا منه القرفطي شي حاجه كبيره. منه تعلم القرفط الكمانجه، منه تعلم القنبري. انا الله يرحمه ملي تلاقيت به جبرت عنده واحد، الله يرحمه جبرت عنده واحد القنبري كامل محفور
في المقامات ديالو، ما بقاش حتى كيبغي ملي كيبغي يضرب داك القمري ما كيعطيش لي نوط هما هذوك. انا شريت له واحد القمري الله يرحمه، جبته له، شريته من عندك محروق الله يرحمه اللي مات، وجبته له باش بدا عادي. فهمتي معني كيفاش ولا؟ كان رجل عظيم هذا عبد السليم في العيوط ولا في كل شيء. فهمتي معني كيفاش ولا؟ ومعاه لان القرفطي الله يرحمه ملي جا بني قرفطي مشى لسيوانه. سيوانه كان تما واحد التابوله، ماشي بحال دابا اليوم، لا غير واحد التابوله. تما كانوا كيقصروا، تما تعلم، تما خدا الصنعه من عند عبد السليم. اذا نقولوا بان جبل الحبيب رائده في الطرب الجبلي، ما نذكروش عليها هذه، ما نذكروش. وانا نقول لك واحد القضيه، ما كاينش شي قبيله اللي عندها بيت العزاره الا جبل الحبيب. جبل الحبيب شنو هاد بيت العزاره؟ بيت العزاره هو واحد البيت خارج الدوار، خارج القبيله، خارج هذا. ماشي نقولوا خارج الدوار، يعني كل دوار عنده بيت. لا ماشي، لا هذا جبل الحبيب. هما اللي عندهم، يعني في كل مدشر في مداشر جبل الحبيب كاين بيت العزاره. بيت العزاره. هذا بيت العزاره هو الدور ديالو شنو هو انه يستضيف العزاره اللي مولوعين بالعيطه وقصاره. وفي نفس الوقت عنده قواعد وقوانين كيفرضوها الشيوخ اللي موجودين في ديك بيت العزاره. ماشي غير اجي ودخل، الا ما كنتيش مؤدب ومخلق ومصواب ما تدخلش. وغتجلس خصك بحال النادي. حتى في التالي ولاو الاباء ديال ديك العزاره كيشبر بنو كيديه لذاك البيت. علاش؟ ديك الحياه والحشمه اللي كانت قبل، الاب ما يجلسش مع بنو كدا شي الى اخره. كاينه اشياء ما يقدرش يقولوا له الاب، كيديه لذاك بيت العزاره، هما اللي كيوصلوا له داك الشيء هذاك، معلومه. وفي نفس الوقت حتى ملي كيتزوج ديك العزري، شكون اللي كيدور به، شكون كيحني له، شكون اللي كيمديه ويجيبه، شكون هما هذوك بيت العزاره، مقابل واحد قوالب السكر وسير هذا باش يمولوا داك سميتو عليه داك معلوم. وهذا بيت العزاره سبب في واحد الحاجه ما كاينش في الجنوب. شنو هي؟ مثلا حنايا المعلمين ديالنا كيشبروا العيوط ديال الجنوب وداك الشيء ديال التراث، مثلا في حد داك الشيء ديال الشلوح وداك الشيء ديال كذا، حنا جبالي كيعملوه هنايا. شنو السبب؟ هو انهم كانوا كيجيو ناس من الجنوب شلوح ولا كذا وكيجيو لديك البيت، عنده 10 ايام 15 يوم واكل شارب ناعس الى اخره، وكيحفظوا منه داك الشيء ديالهم. تمنع تولينا حنا مأثرين بهم. والدليل هو انه دابا في الافراح وداك الشيء ملي كتمشي للعرس ولا شي حاجه كتجبر اخر كامل مسائل ديال الرويشه ولا المسائل ديال هذا ولا المسائل ديال بعض الفنانين اللي معروفين على الصعيد المغربي على انهم عندهم واحد الشهره ديالهم خاص فيهم. سيدي عندك سؤال اخر؟ بالنسبه للمواسم الدينيه، عاشوراء والنسخه والمولد عندها شي دور مهم في النشر هذا التراث هذا في القبائل الجبليه. كنظن كانوا كيستافدوا من بعض لان كنلتقي فيها بزاف القبائل، خصوصا مواسم الاولياء كبيره بحال مولاي عبد السلام مثلا وسيدي احمد بن عجيبه ولا. شوف احنا كانت في واحد التاريخ، لان ما كانش حتى الراديو، ما كانش تلفزيون، ما كانش الراديو، ما كانش حتى حاجه، ما كاينه. شنو كاينه هاد الحفلات هذه اللي هي حفلات كتكون في واحد الموسم، كاع الناس كيستعدوا، لا الشباب ولا النساء ولا الرجال ولا ذا كيستعدوا. لاش غيستعدوا مثلا يمشيو لعماره مولاي عبد السلام، عماره سيدي حبيب، العماره ديال سيدي العربي، العماره ديال هاد العماير هادو كانوا هما اللي كيتلقاو فيهم الناس وكيسيلوا الرحم مع بعضهم بعض وكيتفرجوا وهذا. وكانوا غالبا ما كانوا كيمولوا هاد العماير هادو التجار، بحال دابا زريح الله يرحمه الله يدخل عليه الرحمه المغفره، اللي كان عنده الطوموبيلات، هذا كان كيمول العمارات سيدي حبيب، التيران وكذا وهذا والفريجيه واكلين شاربين الى اخره. كاينه مثلا دار زهيرو عاود كذلك، عاود كاين اللي كاينه مثلا شي عماره مثلا سيدي العربي ولا هذا. هاد العماير هادو كانوا هما كما قلت لك السبب في اولا الترفيه على النفس وكذا وهذا الفرايج والى اخره. ثانيا كانت واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف، شنو هي؟
وهو الناس كيسيلوا الرحم مع بعضهم بعض، كيتلاقاو اخر ما تلاقيش مع باباه ولا مع خاه ولا مع الى اخره، كيتلاقى معاه في العماره، واخا هو في الشارع مثلا في العليق ولا بني تصور ولا الى اخره، كيتلاقاو في العماره كيسيلوا الرحم مع بعضهم. باش لان الوقت يداهمنا، والسي محمد الغربي يشير لي بان الوقت قد اوشك على النفاذ. السؤال نوجه لك مباشره سعد المكندسي، انت باعتبارك مجدد في الطرب الجبلي، سواء على مستوى الكلمات فيما يتعلق بوحدة النص أو على المواضيع التي تحكي الحياة الاجتماعية ديال المواطن، أو على مستوى الأداء الموسيقي وإدخال آلات موسيقية جديدة، واش كتشوف بأن هذا يعني ما أثرش على الطرب الجبلي الأصيل التقليدي اللي كان كيعتمد على الكمانجا والعود؟ انت دخلتي الباتريك، واحد الوقيته كانوا عابوا عليك انك دخلتي الباتري. شوف اسمع، انا اي آلة موسيقية دخلتها في الأغاني ديالي إلا أنني اخترت الشخص اللي غيعطيني إيقاع جبلي، ماشي جبت واحد قلت له اجي تخدم معايا وعملت توبات، لا. كذلك مثلا الأورك، اخترت الشخص اللي هو جبلي أولا وكيعرف شنو هو الجبلي، وفي نفس الوقت واحد السيد ما كناش نذكر الاسم ديالو اللي كان كيسجل معايا، جبت كمانجي جوج الكمانجيه وعطيته وقت، اجي اخي اجلس، ما عندك شي الثمن في الأورج، وها الثمن، ما عندك شي البيمول، ما عندك شي واحد كان نعيطوا له الدسه مثلا يحرك يدو هذا، بدا هذاك السيد برافو ليلو، بدا كيجيب الأورج ديالو وكيشبر مثلا الكمانجي، كيقول له عزف، وقف شنو عملتي هنايا؟ شنو هذا؟ قال هذه واحد الدسه، شنو هي الدسه؟ ما يمكنلوش هذا، لا، او لا هذا الثمن ولا هذا الرباع ولا هذه البيمول ولا كذا، وكيشبر داك الشيء وكيسجلو في البيسي ديالو. لما كيسجلو في البيسي ديالو كيبدا يعرف ويكتشف المقام الجبلي. اذا باختصار شديد، واش تقدر تدخل لا جيتار الكتريك للطرب الجبلي؟ لا. علاش؟ لان عندها ليكاج، فهمتي معناها، عندها ديك هذا غتكون نشاز، غتكون نشاز. في ختام هذه الحلقة إلى هنا سيداتي سادتي نأتي إلى نهاية هذه الحلقة التي خصصناها كما تتبعتم معنا للتعريف بمميزات وخصوصيات التراث الفني الجبلي. لنختم بالتالي هذه السلسلة من برنامج في ربوع منطقة جبالة. أشكر ضيفي الأستاذ بلال الدهية، الأستاذ الباحث في تاريخ منطقة الشمال الذي رافقنا طيلة هذه السلسلة من برنامج في ربوع منطقة جبالة. كما أشكر عميد الطرب الجبلي الفنان المبدع عبد الملك الأندلسي على حضوره معنا في هذه الحلقة. شكرا لكم سيداتي سادتي على حسن الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.